اخترتك يا وطني حبا وطواعية، إني اخترتك يا وطني سرا وعلانية، إني اخترتك يا وطني حبا وطواعية، إني اخترتك يا وطني سرا وعلانية، إني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني، إني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني، ما دمت ستذكرني يا وطني الرائع يا وطني، يا وطني الرائع يا وطني، يا وطني الرائع يا وطني، يا وطني الرائع يا وطني. وإن بان بعيني الأسد دائم الثورة يا قلبي، وإن صارت صبحاتي مسد، وإن صارت صبحاتي أيها الإخوة والأخوات، باسم الإخوة في التنسيقية المحلية لدعم النضال الشعبي الفلسطيني نرحب بكم ونشكركم على تلبية الدعوة والحضور معنا في هذا النشاط الثقافي الذي ننظمه مع يوم الأرض الذي يحييه الشعب الفلسطيني مع كل الشعوب المناضلة في 30 مارس من كل عام. وباسمكم أيضا نرحب بالإخوة في فرقة فرجة الحرية للتراث الفلسطيني ومعهم عدد من الأدباء والشعراء على تلبية الدعوة للمساهمة في إحياء هذا الذي صنع الملاحم بصموده وتضحياته دفاعا ليس فقط عن الأرض الفلسطينية ولكن أيضا دفاعا على الشرف ومستقبل كل الشعوب العربية. أيها الإخوة والأخوات، إن القضية الفلسطينية بالنسبة إلى كل القوى الحية في بلادنا هي
هي قضية وطنية بامتياز، لكن كل إنجاز تحققه الثورة الفلسطينية هو انتصار لكل الشعوب العربية في مواجهة الاستعمار الصهيوني والإمبريالية والرجعية العربية التي تعمل مجتمعات العزل وإبعاد الشعوب العربية عن القضية الفلسطينية وإظهارها كصراع إقليمي. فلسطين عربية سحقا سحقا للرجعية. 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 وإظهارها كصراع إقليمي من المشاهد ضد اليهودية. لقد انتبه مبكرا الشهيد مهدي بن بركة إلى هذا المخطط عندما عرف القضية الفلسطينية قائلا إن الثورة الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من النضال حاد التحرر الوطني في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. إنها ليست حرب بين العرب واليهود، ولكنها ثورة عربية ضد كل المخططات الإمبريالية بدون أي تعصب عرقي. الإخوة والأخوات، إن النضال الشعب الفلسطيني من أجل تحرير الأرض والإنسان هو النضال يتم على كافة الوجهات، والصراع على واجهة الثقافة لا يقل ضراوة في المقارنة مع الصراع على واجهة السياسة والعسكرية. ويكفي أن نذكر الشهيد غسان كنفاني والشهيد ناجي العلي وشعراء المقاومة سميح القاسم ومحمود درويش وتوفيق زياد وأدباء كبار مثل إدوارد سعيد وإمين حبيبي وفنانين مثل أبو عرب وعبد الله حداد وفرقة آغاث العاشقين وغيرهم، لندرك حجم المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني دفاعا عن الهوية والذاكرة الجماعية والتاريخ. الإخوة والأخوات، إن تراث الشعب الفلسطيني لازال حيا يقاوم. إن الشعب الفلسطيني والأغنية الفلسطينية وزي المرأة الفلسطينية والكوفية الفلسطينية التي أصبحت رمزا عالميا للنضال، والرقصة الدبكة الفلسطينية وغيرها من أشكال التعبير الثقافي كلها تعتبر شكل من أشكال الصمود والمقاومة. إذن وتحية للمقاومة الفلسطينية نعطي الكلمة في هذه الأمسية الثقافة الفلسطينية والتراث الفلسطيني الأصيل الذي سينتصر حتما والإنسان في كل مكان. تحية نضالية للثورة الفلسطينية. تحية نضالية للثورة الفلسطينية. تحية نضالية للثورة الفلسطينية. أيها الأخوات والإخوان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذا المساء الرائع وفي هذا اللقاء المميز. أولا اسمحوا لي أن أشكر الهيئة التنسيقية والداعمة لقضيتنا الفلسطينية الأساسية وهي قضية الأرض. ونحن اليوم نحتفل بالذكرى 40 ليوم الأرض الذي ذهب ضحيته 6 شهداء برصاص الجنود الإسرائيليين الحي. يا الأحبة، نحن جئنا هنا كوفد يدعو للسلام أولا وآخرا، لأنه إن لم تحل القضية الفلسطينية على السلام لن يهدأ الشرق الأوسط كله. فكل ما تعقدت قضية فلسطين كلما تعقدت العلاقات العربية والعلاقات الدولية. ولذلك نحن نتطلع إليكم، إلى هيئتكم، إلى الشعب المغربي، إلى جلالة الملك مولاي محمد السادس، وإلى والده سابقا الذي كان الحسن الثاني كان رئيس لجنة القدس أيضا. نتطلع إليكم كقوة داعمة لنضالنا الوطني المشرف من أجل تحرير الأرض. الأرض أيها الإخوة بدونها ليس لنا كيان، ونحن هنا نمثل أولا البقية الباقية من شعبنا الفلسطيني في أرض فلسطين، ونحن نحتمل ظلم السلطات الإسرائيلية الصهيونية الغاشمة التي تلاحقنا في كل مناسبة، تلاحق الطلاب الجامعيين في مقاعدهم الدراسية، تلاحق العامل في عمله، تلاحق الفلاح في أرضه، وتصادر الأرض فوق كل شيء. وإذا كان شعبنا قد قام بالتظاهر في عام 1976 ضد مصادرة الأرض الفلسطينية،
وضحى ب6 شهداء بدم بارد، يعني في محاكم ميدانية، فذلك من أجل الدفاع عما تبقى من الأرض في أيدينا. ونحن اليوم في هذا البلد الطيب المناضل الشريف، ومع كل فرد منكم وحتى مع الصغار الذين هم أملنا في المستقبل، وجدنا لديكم استعدادا كبيرا لتفهم قضيتنا ولدعمها، ونحن بحاجة ماسة إلى مثل هذا الدعم. واسمحوا لي أن أذكركم بقضية صغيرة. سلطات حكومات إسرائيل المختلفة تتفنن في مصادرة الأراضي، حتى المواطن الفلسطيني الذي لم يغادر بلده صودرت أرضه على أنها أرض للغائبين. يعني نحن حضور غياب. هل سمعتم بقوانين من هذا النوع؟ قانون الحاضر غائب؟ أنا حاضر، أنا موجود هنا، كيف أعتبر غائبا أمام القانون؟ إذا القانون الذي تشرعه الكنيسة الإسرائيلية، يعني البرلمان الإسرائيلي، هناك 16 قانونا تميز ضد المواطن العربي. نحن نشعر أننا مواطنون من درجة ثانية، لسنا مواطنين من درجة أولى. إسرائيل بالنسبة لليهودي هي دولة ديمقراطية، ولكن بالنسبة لنا هي دولة يهودية. ولذلك حتى اليوم لم نجد بين القوى التقدمية حتى العالمية من يصنع قضيتنا كما يجب وله تأثير كبير في الرأي العام. نحن نعرف تمام المعرفة أن هناك قوى رجعية غاشمة كما تفضل الأخ. حقوقي حقوقي دم في عروقي الأنساب ولو أعدموني، حقوقي حقوقي دم في عروقي الأنساب ولو أعدموني، حقوقي حقوقي دم في عروقي الأنساب ولو أعدموني. شكرا. مرة أخرى، عسكريا إسرائيل هزمت معظم دول العالم العربي التي شاركت في الحروب منذ عام 48 وحتى اليوم، ولكنها لم تهزم أملنا ولم تهزم ثقافتنا، فنحن منتصرون ثقافيا وفكريا وحضاريا ورقيا وحتى عالميا. نصرنا يأتي بسلاحنا البسيط. أطفالنا علموا العالم كله أن الحجر هو سلاح قوي، سلاح فعال ويعطي نتائجه. أي شعب آخر في العالم استعمل الحجر كسلاح. هذه ميزة لشعبنا البسيط، لأبنائنا ولأطفالنا. الطفل الذي عمره 10 سنوات أو 12 سنة يقف أمام الرشاش وحجره بيده ولا يخاف من الجندي، يطلق الحجر كما يطلق الرصاصة، والجندي ينسحب بسلاحه الخلف. يهربون في الأزقة أمام أطفالنا الصغار. واليوم أنتم تعرفون ما هو سلاح أطفالنا، ما هو سلاح الشبيب الصغار، والسكين أو المفك أو أي آلة حادة بسيطة إنها تخيف أقوى جيش وثالث دولة من حيث القوة العسكرية في العالم. ومع ذلك الجندي يخاف من هذا الطفل الصغير. فإذا كان الطفل يخيفه كم بالحريم الرجال الأشداء المقاتلون. يا الإخوة، نحن نهتم كثيرا باستمرار النضال من أجل تحقيق الحق، ولكن أول ما أقول لك شيء قبل كل شيء نعتز بدعم هذا الشعب الطيب في هذا البلد الطيب. كما أن لكم قضية في الصحراء المغربية، ولا أقول العربية الغربية، إنها صحراء مغربية بحق، وإن ملككم المفدى حل قضيتها بذكاء خارق عندما اقترح الحكم الذاتي أوتونوميا. نحن بحاجة ماسة إلى مثل هؤلاء الأبطال، ملككم وشعبكم الطيب وإخوتنا المتواجدون هنا وفي كل مكان حيث ما وجدناهم، إن كان ذلك في طنجة أو في مراكش أو في الدار البيضاء أو في الرباط أو في أي بلد آخر من بلادكم. أنتم تدعمون قضيتنا ونحن نتمتع في هذا الدعم، ونحن بحاجة ماسة إلى مثل هذا الدعم. نحيي ذكرى يوم الأرض، وهي ذكرى أليمة ليست ممتعة بالمرة، ونرجو لكم أن يتحقق نضالكم بالانتصار في قضية الصحراء المغربية، كما نرجو لنا ولشعبنا أن يحقق انتصاره أيضا
في تحقيق الحق وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية والقدس العربية كما ذكرنا. وشكرا لإصراركم. شكرا للدكتور بطرس دلة على كلمته باسم الوفد الفلسطيني. كذلك نذكر بأننا في بلادنا هذه نناضل من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وإقرار ديمقراطية حقيقية. كذلك نناضل من أجل تحرير سبتة وبليلية والجزر الجعفرية والصحراء الشرقية والصحراء الجنوبية. كذلك نناضل من أجل إقرار الحرية والمساواة للجميع في هذا البلد. الإخوة والأخوات، كلمة الآن للاتحاد المغربي للمبدعين الذي ساهم بشكل كبير في إنجاح هذه الجولة التي بدأت من مراكش ثم العرائش ثم طنجة ثم الثقيل صالح ثم القلعة ثم مراكش. فالكلمة للدكتورة ابتسام الحسني رئيسة الاتحاد المغربي للمبدعين. مساء الحرية، مساء الكرامة، مساء العدالة. لم أهيئ كلمتي باعتبار أن هذه القافلة قافلة المحبة والسلام والكرامة والحرية استغرقت وقتا طويلا قرابة الأسبوع من مدينة مراكش من البيضاء إلى مراكش الحمراء إلى طنجة عروس الشمال إلى العرائش عودة إلى مراكش ثم فقيه بن صالح معقل الشهداء والمناضلين ثم إلى قلعة السراغلة عودة إلى الدار البيضاء. فقد الاتحاد المغربي للمبدعين يبقى المنظمة المواطنة التقدمية الرائدة والتي تتبنى كل القضايا العروبية القومية التي تحقق للعربي كرامته، سؤدده، وجوده، هويته وثوابته العربية. الاتحاد المغربي للمبدعين مع القضايا الكبرى، قضية الصحراء المغربية وقضية فلسطين حتى تقوم دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف كاملة لا شرقية ولا غربية. يأخذ الاتحاد المغربي للمبدعين على عاتقه النضال والكفاح في سيرورة ومسلسل الديمقراطية والحداثة والتقدمية من أجل حصول أوطاننا التي تجزأت بفعل ما سموه الربيع العربي والذي أعطانا نوعا من الإخفاق والإفلاس في الموقف والمبدأ وأحدث نوعا من الأزمة لا على الصعيد الثقافي ولا على الصعيد السياسي. نقول للإخوة هنا في الفقيه بن صالح وعلى رأسهم أستاذي الرفيق أحمد القرقوري، شكرا لك على مدك يد العون والسند والدار وعلى احتضانك واستقبالك الوفد الفلسطيني الشقيق. شكرا لتطلعاتك وأحلامك، فنحن معك نكمل هذه الخطوة وهذه المحطة النضالية ونقول أننا صامدون وعلى العهد باقون ونرفع شعارنا الأبدي دائما من المحيط إلى الخليج ومن الخليج إلى المحيط، جائعون حتى الحرية.
ابتسام حسني على كلمتها باسم الاتحاد المغربي للمبدعين. بعد لحظات تلتقون مع الثقافة الفلسطينية في أبهى حلولها. بعد لحظات تلتقون مع واجهة من واجهة النضال التي مهما سعى الاحتلال الإسرائيلي لطمسها فإنها ستزداد قوة وصمودا. أتعلمون لماذا؟ لأنها متجدرة في كل حبة رمل من فلسطين، وفي كل متر وشبر في البحر الفلسطيني، وفي كل مكان في السماء الفلسطينية. الآن أيها الحضور الكريم تحت تصفيقاتكم الحارة نستقبل فرقة فجر الحرية التي تحيي يوم الغد، فرقة فجر الحرية للثقافة والتراث. فلتتفضل مشكورا. تحية نضالية وقضية فلسطينية.
الديمقراطية وحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالفقيه مصالح. باسم هذه التنسيقية من الضروري والجمعية المغربية لحقوق الإنسان سقطت سهوا، سقط تحية نضالية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وباسمهم نشكر الاتحاد المحلي بالفقيه المصالح على إتاحته لنا هذا الفضاء من أجل الاحتفاء والاحتفال بهذا النشاط. الكلمة بعد أن كانت للتراث الثقافي الفلسطيني نعطي الكلمة الآن للشعر الفلسطيني الذي يقاوم وصامد ويقاوم إلى حين تحرير الإنسان وتحرير الأرض. الكلمة للشعر الفلسطيني يحيى عطلة. بمناسبة يوم الأرض كل عام والجميع بخير. وأنتم تعلمون يا الإخوة أن أكثر الناس إحساسا وتجاوبا مع المحبطات هم الشعراء، وأدركنا اليأس، ولكن عندما رأينا ما رأيناه من أشقائنا المغاربة أدركنا الأمل والتفاؤل بالمستقبل الجيد إن شاء الله. لا غير هذه الأرض لك لا غير هذه الأرض لك وبغيرها لا عيش لك. أخبر غشيما من ثراك يريد أن يستأصلك ستظل معتصما بها لو أن فيها مقتلك. ستظل سيدها ولن ترضاه أن يستبدلك. أخبره أنك ابنها ونهلت منها من هلك. لا لاجئ فيها ولا لهنا ربيب أرسلك. وأبوك سجلها عليك كما عليها سجلك. منها هويتك اجتبيت ونلت منها مأصلك. يا أيها النسر الذي جاءوا يهدوا معقلك. حصن جبالك بالجناح وبالبراثن أسهلك. قارع زنيما فوق أرضك إن رآك تجاهلك. ملك البلاد مع العباد وما كفاه ما ملك. فأبى عليك قسيمة تبني عليها منزلك. إن لم يردك هنا تظل إذا لماذا أسرلك. وأقام منك مواطنا وجواز مر حملك. بئس المواطنة التي فيها المواطن مهتلك. يا أيها الحر الذي جاءوا يهينوا موئلك. ازرع وجودك في الثرى كي لا تسفه منجلك. أحجار أرضك تستخيرك ثم تعشق معولك. حملتك فاثبت أنك مستاهل أن تحملك. لإعداد هذا الفضاء لكي يكون بهذه الخلة. أيها الحضور الكريم، الكلمة الآن لسفيرة النوايا الحسنة الشاعرة الدكتورة عدنانة يزبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئنا قافلة السلام والحرية من القدس إلى المغرب العربي الحبيب. مساؤكم مودة وسلام. من بلدي أحييكم من شجر الزيتون المبارك، من ضحكة للأمل تنتظر عودة الأمان. جئناكم إخوتي يا أهل الكرم والعز يا كل مغربي. جئناكم نبحث عن ميناء وعنوان ترسو فيه صرخات الثكالى وتنهدات أطفال المخيمات. تاهت أفواه الحروف المبللة
بدمع الحزانة والمساكين. طال الألم وامتدت الأحزان وقرارات تلغي قرارات. ربيع السخط اختنق واسود وجه العبارات. ماذا أقول لكم؟ أجيال تودع أجيال، أعمارهم زهرة الياسمين وجورية تحت الضباب. مسلسل الحروب التي تقط مضجعنا ليلا ونهار، قلق وخوف وتهديد. إلى متى؟ إلى متى يا سادتي؟ إلى متى يتجمد ضمير العالم؟ وإلى متى يكين لنا المستعمر بمكالين؟ آن الأوان، آن الأوان لينطق مفتاح جدي ليروي قصائد النكبة وسهر يئن بين نزف الحكايات، حكايات تحملها مواكب السنابل راجية تحقيق السلام. ولا سلام ولا سلام. سائرون يا قدس، سائرون يا مغرب الصحراء، للمجد كنتم وللسلام أنتم، ونحن ما دامت النجوم تضيء الظلامات. يكفينا من حروب أمريكا عدو الشعوب. يكفينا. الإخوة والأخوات، نمر الآن إلى الشاعر علي هيبة الناطق الرسمي لاتحاد الكرمل للأدباء الفلسطينيين، فلنستقبله تحت تصفيقاتكم. أسعد الله مساءكم. بين الفقيه بني صالح، أنا خصوصي قلبتها، لا ما قلبتهاش، بين ابن صالح الفقيه وبني ملال كانت الطبيعة أجذب، وكان الماء أعذب، لكنكم يا أهل المغرب من الطبيعة ومن الماء أطيب. أحيينا عندما كان يوم الأرض السادس في العام 76 بعد 1900 أستاذ بطرس هيك، كان عمري 20 عاما، لكنني أذكر القائد والشاعر توفيق زياد عندما قال للعرب الذين باعوا روحهم: لا تقرروا، في الخارج الشعب قرر الإضراب. أحيينا الذكرى، أحيينا 39 ذكرى ليوم الأرض بين أهلنا في الجليل والنقب والمثلث في فلسطين، بين أهلنا، ونحن نحيي هذه الذكرى الذكرى 40 اليوم في المغرب بين أهلنا. لا يوجد لعربي واحد وطن ثاني، الوطن العربي كله وطن واحد ووحيد لكل عربي من الخليج إلى المحيط. أيها الشاعر، أيها الصديق الصدوق، يا رديفا للبندقية والكفاح، وقافلة الشهداء ستبقى حتى النصر الكامل وتحرير الأرض والإنسان. كل ما قلته ليس شعرا، شيء قصيدة الآن: أنا مع الحسين ولست مع يزيد.
أنا واضح كل الوضوح، وكلامي لا يريد لا تحليل لا تأويل لا شروح، أنا واضح كل الوضوح. يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح، يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح، يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح. لست مع الذين يحكمون بالفتاوى الحارقات تحمل الحقد سكاكين بين الشوارب والذقون الذابحات، تنشر الأصنام والإسلام والأزلام والبغي والفحشاء والنساء الزانيات. أي سر أي كفر خلف ذياك الجنوح، أنا واضح كل الوضوح، لا تأويل لا تحليل لا شروح. لست مع الذين يستعبدون الناس بالنيران ولقمة العيش والحديد، ولست مع يزيد، ولست مع الذين يمدون البرود بالقليل من برودهم بالثلج والصقيع والجليد. بالثلج والصقيع والجليد. ولست مع عثمان، ولست مع خلافة بايزيد، ولست مع كل ما يقال عن طوفان نوح، أنا واضح كل الوضوح، لا تأويل لا تحليل لا شروح. لا تستعجل يا أستاذ. أحب الحياة كما تكون، والإنسان كما يحب أن يكون. أحب أسرتي وحقلي الذي يعانق السفوح، أنا واضح كل الوضوح، لا تحليل لا تأويل لا شروح. أعشق الحرية التي تؤخذ، وأكره الرضوخ والدعاء للجلاد، وأكره القيود في دمي وفي يد الأصفاد، وأعشق الآمال والأحلام والأعياد والجمال وربة الوجه الصبوح، أنا واضح كل الوضوح، لا تأويل لا تحليل لا شروح. أنا شيوعي وشيعي وسني ومسلم ومسيحي ودرزي وعربي وكردي وصيني وهندي وبوذي. أنا الزمان والمكان، أنا التاريخ والتجدد، أنا الجغرافيا والتمدد، أنا الإنسان والتعدد، أنا الأفريقي الآسيوي الأوروبي اللاتيني، أنا الفنون والإبداع والألحان، أنا الشعراء والقصائد، أنا الديوان والأوزان، أنا الديانات والعقائد ورأس المال والإنجيل والقرآن، أنا محمد، أنا النبوءة والرسالة والبقاء والهناء والشقاء، أنا الصليب والفناء، أنا الصخرة والقيامة والمسيح، أنا واضح كل الوضوح، لا تأويل لا تحليل لا شروح. أنا العمال والفلاحون، أنا العمال والفلاحون، أنا العدالة والسلام والنور والظلام، أنا
أنا الجديدان والفصول والدماء والعواطف والعقول، أنا الدماء والآلام والجروح، أنا واضح كل الوضوح، لا تأويل لا تحويل لا شروح. أنا القديم، أنا الجديد، أنا العنيد، أنا الشريد، أنا العنيد، أنا لأشقائنا من فلسطين ومن خلالهم تحية الصمود والشموخ والنضال لإخواننا في فلسطين في الضفة وفي القطاع وعرب. أنتظر منكم جواب، أنا مواطن أنتظر منكم جواب، منزلي في كل شارع، في كل ركن، في كل باب، واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب، ما خاف الفقر لكن كل خوف النظام، ومن غياب الوعي عنكم كما خاف الغياب، ما خاف الفقر لكن كل خوف النظام، ومن غياب الوعي وثورتي كانت غنيمة وافرة لحضرة جنان، سادتي أنتم حكمتم حكمكم حكم الصواب، وثورتي كانت غنيمة وافرة لحضرة جنان، لا يهمني ولا أبالي الدنيا دايسها بناداسي، لا يهمني ولا أبالي الدنيا دايسها بناداسي،
درويش، توفيق زياد، وأدباء أيضا المقاومة إيمين حبيبي، واللائحة طويلة وطويلة جدا ونستحضر أرواحهم. نغني مقتطفات من قصيدتي الشهيرة بالمناسبة، فهي إحدى أعمدة جمعية الحياة وأعمدة المجموعة الصوتية أيضا. نشتمك الضفارة نمدحك الضفارة
بنت العرب للبيع من الكلام
شهيد